دركا عرفنا باللي المدن الكبيرة تعمرت بعد الاستقلال، وبحكم البنية التحتية اللي كانت فيها وعدد السكان الكبير اللي جا ليها، الدولة زادت الإنفاق ديالها على هذه المدن مقارنة بالمدن الداخلية. وهذا أحدث تفاوت في نسب التنمية بين المدن الكبيرة والمدن الصغيرة أو الداخلية. وكنتيجة لهذا التفاوت بزاف مواطنين في المناطق الداخلية قرروا ينسحوا نحو المدن الكبيرة، على خاطرش المدن ديالهم هذه الداخلية ما ولا فيها والو. كذلك ما ننسوش بلي العشرية السوداء هي تاني تسبت في نزوح بزاف جزائريين، والنتيجة تاع كاع هذا هو أنه الكثافة السكانية في المدن الكبيرة ولات بزاف، والضغط ولا رهيب على هذه المدن خاصة المرافق ديالها. وبالتالي الإنفاق تاع الدولة تركز كاع كما راهو على هاد المدن، والدولة كذلك خمت أنها دير مشاريع سكنية باش تخفف الضغط عليها. ولكن هاد المشاريع السكنية دخلتنا في حلقة مفرغة، وباش نفهموا هاد الحلقة المفرغة لازم نرجعوا للنقطة اللي قلت لكم شفاو عليها، وهي أن الدولة ما تاخدش البعد الاقتصادي في الحسبان عندما يتعلق الأمر بمشاريع السكن. يعني المشاريع اللي دارتها الدولة ما فيهاش مرافق بزاف، وكذلك السكنات تمدت قبل ما تفتح المحلات والأسواق والإدارات، وحتى الغاز والإنترنت في بزاف الأحيان ما كانتش متوفرة مباشرة. يعني حتى مرة ما تسكن تتصل بالصونال غاز ولا تاع اتصالات الجزائر باش يجوا يطلقوا لك الغاز أو يدخلوا لك الإنترنت. كذلك اللي داو السكنات أغلبهم كانوا مستقرين في المدينة الكبيرة وكانت خدمتهم ثم. بكل بساطة يعني المدن الجديدة هذه ولات مجرد مراقد على خاطرش الناس مع أنها ساكنة فيها، إلا أنها بقات تعتمد على المدن الكبيرة من ناحية العمل والمرافق. يعني باش تروح تشري تهبط للمدينة الكبيرة، نفس الأمر بالنسبة للسبيطار، البلدية، الحدائق الخضراء إذا كاينة، والمناطق تاع الترفيه عموما. وفي الأخير ما نجحتش هذه المشاريع السكنية في تخفيف الضغط على المدينة الكبيرة، وقعدت الأمور كما راهي. والضغط الكبير على المدن الكبيرة رايح يؤدي في النهاية إلى إنهاك المرافق، وبالتالي تهالك المدينة الكبيرة. وهذا يعني نلاحظوه في الاكتظاظ على سبيل المثال في وسائل النقل، الاكتظاظ في الإدارات، كذلك ساعات يكون عجز في تلبية احتياجات المواطنين من المواد الأساسية إلى آخره. نظن الفكرة وصلت.